عقيدة الشعر تبيان وأشجان وناسخ الحرف والهان وجلان والحال كالحال آمال نحققها من لحظة البكر آلاء وشكران لم لا وهذا اليوم مشتمل لقيا الأحبة فيما فيه ذا الشأن منذ عهد فكر لطيف سار سائره في موكب النفس ينمو ثم ريحان هذه نزوة وأنتم في أحضانها، في طلاب موجودين وناس آخرين هنا. وهذه صالة بدبد. نعم، طلوا على القاعة. هذا نظام القاعات بهذا الحجم. أيضا نجهزها بالتكييف، أحيانا تكون وقت الأمطار أصوات من الخارج نضطر على أن يغلق المكان، فالداعي إلى ذلك قائم. كل القاعات هذه وهذه يشكلان نصف المساحة، إذ نزوة تشكل 2 في 1. هذه قاعة الكمبيوتر. اليوم الأحد تعرف لا يوجد كثير من الطلبة، وهذا مكتب المعلمين. وحينما ترى باب فيه قفلين يعرف أنه فيه فلوس، وبالتالي هنا كانت هذه وكيلة وزارة الإعلام، وكانت تسلمني كتابا ألفته مجموعة الكلية من المعلمين، أي يحكي قصة وجودي هنا أو منذ البداية. فلا شك هذه الذكرى تبقى خالدة في ذهن المتخرج، لأنه كانت بالنسبة له ذلك اليوم كما تعرفون يعني يوما خالدا. معظم الطلاب يكونون على هذا الحال. نعم. هذه الأرض التي تم شراها لتكون رافدا لصالح الكلية، سكن الطالبات وبعض الخدمات الأخرى. وهذاك البيت اللي ستبيتون فيه الليلة أيضا اشتريناه لضيوفنا. هذا هنا هذا. نعم. يعني معظم الذين يأتوننا كإخوة أحباء من عمان نستضيفهم في هذا البيت يوم يومين أحيانا أكثر، كيما نأنس بهم أكثر عن نضعهم في الفنادق. وتيجان هذا هو النجع في قلبي وفي قلمي، سيان شكر وحمد ثم عرفان